واحد النهار فقت الصباح ولقيت الاكونت ديالي ما بقاش عندي، ما قدرش ندخل ليه. شنو السبب؟ واش حيت انا مغفله اولا فيهم هما حيت قلبوني وتفلاو عليا واستغلوني وخلوني حتى كبرت ديك القناه كلها وداوها ليا. هادشي اللي غادي نهضر عليه اليوم. بسم الله على بركة الله. سلام الله عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، على خير، صحتكم بخير ان شاء الله. اليوم حلقة جديدة. ودابا انت عجبك تخسر دابا حنا كنسجلوا، عجبك نتايا تخسر، ما فهمتش انا علاش. اليوم غادي نهضروا على شنو الرسالة ديال شي حاجة كتمشي لك فجأة. اليوم غادي نهضر على هذا الموضوع بالضبط، علاش كيوقع لك هادشي، واش المشكل في لا بيرسون اولا المشكل فيك اولا فين كاين هذا الاشكال بالضبط. بعدا قبل ما غنبدا في الموضوع بغيت نوجه ان ريميرسيمون لا بيرسون اللي جاب ليا الميكرو. شكرا جزيلا كثيرا. قولوا لي كي جاكم الصوت في التعاليق، عطوني اي حاجه اللي غتحسن بالمحتوى واللي غتزيد بداك الشيء اللي نتوما تقدروا تنفعوا منه. على بركه الله نبدا بالموضوع ونعاود لكم عن تجربتي الشخصيه مع هذا الموضوع ديال شي حوايج كيمشوا ليا، يعني تو سامبلومون حتى كيختفي. فهنايا جو بونس وقع ليا جو بونس 3 فوا. وقعت لي المره الاولى في واحد التليفون اللي كان مشى يعني كنت نعقل كنت جيت من واحد لو فواياج وجايه وراكبه في كون طاكسي هنا في هذه في الرباط بالضبط. ركبت في ان كون طاكسي، وفي داك الكون طاكسي يعني ماشي نقول لك زعما تشفرت ولا شي حاجه. انا شكيت بانني انا طيحت التليفون. دونك طاح لي التليفون، ولكن طاح لي بواحد الغموض عجيب غريب جدا. علاش؟ لانني انا انسان فاش كنكون عارفه راسي غاديه في الترونسبور بوبليك يعني اون جينيرال كنحضي مع راسي بزاف، يعني كنرد البال كنشوف هادي كنفيريفي. وسبحان الله ذاكرتي زعما بقات عاقله على ان داك التليفون بالضبط انا خشيته في الصاك. يعني هذه اخر تخاص عقلت عليه. وتخيلوا ولو ان التليفون مشى وتبعته بالجي بي اس، حيت كان عندي فيه كنت نورمالمون الا كان التليفون ديالك مكونيكتي بالاكونت ديال جوجل ديالك بيرسونيل وكنتي حال نفس الاكونت جوجل في ماشين واحده اخرى، فانت تقدر تخاصي التليفون ديالك فين كاين بالضبط. و يعني مشيت ديك الليله مشيت للبوليس ومشيت ديكلاريت وقلت لهم كون راه اللوكاليزاسيون عندي يلا هو معايا. لكن للاسف ما قدرش يرجع ليا التليفون نهائيا. هذه كان جو بونس اول مره غادي توقع لي. ثاني مره كانت وقعت لي في باسي، يعني واحد لي دوسي عاوتاني غادي يمشوا ليا في ظروف غامضه جدا. ثالث مره صراحه ثاني واخا ما عقلتش على التفاصيل ديالها مزيان، ولكن كان عندي شي دوسي اللي هو مهم مشى ليا. ثالث وحده واللي كانت هذه فريمون اكبر وحده بالنسبه ليا، واللي هي مشى ليا درايف ديال الخدمه ديال 3 سنين. هذه فريمون زعزعت. الوغ في 3 مرات اللي وقع ليا هذا البلان كنت اشاك فوا ما كنتش فاهمه علاش، حتى وصلت اليوم انني فهمت فين كاين الاشكال. الا انت ولا انتي طرات لك شي بلان خلي لي قصتك في الكومونتيرات، نبغي نعرف القصه ديالك مع شي حاجه مشات لك. عقلت على واحد القصه عرفتي فريمون هذيك بقات لي مغرافيه ليا في راسي. هي القضيه ديال البيسي. كنت سمعت قصه ديال واحد لو دكتور شيرشور كان مشى ليه البيسي وكان فيه كلشي. هاد القصه بالضبط عرفتو نهار سمعتها، نهار بقات لي مطراسه ليا في راسي. كنقول علاش غادي يمشي لي البيسي ومشي ليه هذاك الشيء كامل و ماشي سهله سي با فاسيل. ولحد الان انا صراحه اكثر حاجه زعما كنت كنخاف عليها هو البيسي. علاش؟ لان فريمون البيسي ديالي فيه بزاف لي زانفورماسيون، فيه قرايتي فيه خدمتي، يعني فيه بزاف. دونك كانت اكثر حاجه كنخاف فريمون عليها. داكشي علاش انا صراحه دايره باكاب ديال لي ديسك دور، زائد عندي حاطه في الدرايف ديال جوجل حاجه اللي ما توقعتهاش ان شي نهار ممكن جوجل درايف انني شي نهار نفقدو. و سيتي لو كا
يعني وقعت ليا جوجل درايف مشى ليا بكاع لي فيشي اللي عندي. ما كنقولش هذا الشيء باش انت ولا انتي يعني غادي تخاف من هذه القضيه وترد بالك. للاسف ما قدرتش نرجع نهائيا هذوك لي فيشي. وثاني حاجه، هاد الشيء اللي كنعاود لكم عليه ماشي بالضروره يطرى لكم بنفس تفاصيل القصه اللي انا وقع ليا، يقدر يوقع لكم بطريقه اخرى. مثلا كاين ناس كتمشي لها كونت انستغرام، كاين ناس اللي كيمشيو ليهم مثلا نيميرو التليفون او النمر ديال التليفونات. يعني كل واحد الطريقه ديالو بشي حاجه كتمشي له، ماشي بالضروره تكون عندها علاقه بشي حاجه ديال التكنولوجيا، تقدر تكون عندها علاقه شي حاجه اللي مثلا فيزيك، شي دوسي، شي حاجه اللي هو بالنسبه ليه مهمه جدا بشي سبب. قبل ما نهضر لكم على السبب غنقول لك الحل. مثلا بالنسبه لي انا راه ماشي هو ندير واحد الباك اب واحد اخر، ماشي هو انني مثلا ناخذ واحد الكلاود ونحط فيه المعلومات، ولو اشنو ندير كانت ضروري شي حاجه غادي تمشي ليا. مثلا الناس اللي عندهم اغلب يكونوا دي انفلونسور وعندهم انستغرام اللي هو طالع بيان سور، حيت هذيك اغلى حاجه عندهم فهي اللي غادي تمشي ليهم. انا صراحه ما كانتش كتخلعني فكره ان شي نهار غادي تمشي ليا مثلا شي حاجه من لي ريزو سوسيو ديالي. علاش؟ واحد النوليدج في هاد المجال بالضبط ديال كيفاش لي زاكونت كيمشيو، كيفاش كيدو لي زاكونت. علاش؟ لانني كان هو التخصص الدراسه ديالي اللي هو السيبر سيكوريتي. ف بيان سور انا ضابطه اموري هنايا. واخا انا صراحه كانت زعما توصلت بزاف المحاولات ديال شي واحد بغى يدير لي الاكونت ديالي، مي انا ضابطه اموري في هذا الجانب هذا. ولكن الحاجه اللي ما توقعتهاش ان شي نهار يمشي ليا الجيميل كله. فاش مشى ليا ماشي زعما دار لي شي حد، وانما تبلوكا، قالوا لي كوم بان شي حاجه يعني كتخالف القوانين ديال جوجل. ما كانت حتى شي حاجه عندي تخالف، لكن بكل بساطه هذه هي رساله كونيه كتقول لي بان راه كاين عندك شي حاجه. هاد الرساله تعاودت في حياتي 3 مرات، وبيان سور مازال تعاود الا انا ما فهمتش الدرس وما استوعبتش وفهمت فين المشكل. اليوم انا فهمت فين كاين المشكل وجيت نشارك معكم. بيان سور الا انا كنهضر على لي زاكونت ديال فيسبوك ولا ديال، ما كنعنيش بان بالضبط تكون عندي وعندك نفس الحاجه، حيت تقدر انت تمشي لك كيف ما بغيت تكون. تقدر تكون فلوس، تقدر تكون طوموبيلات، تقدر تكون دار، تقدر كيف ما بغيت تكون، حيت كل واحد فينا وعنده شي حاجه اللي حاطه واحد المكانه مزيانه فهذيك الحاجه اللي غتمشي. بالنسبه لي انا كانت اهم حاجه عندي هي ديك الخدمه اللي خدمتها بوندون 3 سنين. واش يعني واش بقى فيا الحال؟ بيان سور بقى فيا الحال، ولكن مره على مره كينقص هذاك الارتباط وهذاك التعلق. يعني هاد المره ما بقاش فيا هذيك الحل بزاف، يعني صافي شويه قلت صافي ماشي مشكل، اللي يمشي اللي بغى يمشي، المهم هذا راه كاين وراه خدام، واللي برودوي هذاك الشيء راه يعاود يبرودوي وحده اخرى. دونك هاد البروسيس اللي دزت منه علمني ان ماشي داكشي اللي كيبنيني، وانما انا اللي كنبني داكشي. دونك سي با غاف، اي حاجه مشات تقدر تعوض. ولكن الى انا ما فهمت شنو الغايه من هاد الدرس غادي مازال تعاود، واللي هو غادي نهضر لكم عليه دابا. الا عقلتوا مزيان في الفيديو اللي قبل كنت هضرت لكم على الكتوبه والكوبي رايت ديالهم وعلاش خاصنا نشرو كتوبه اصليه. الوغ انا في هذا الجانب الحمد لله يعني كنشري كتب اصليه، ونهار عرفت هذه المعلومه وانا فريمون كندير ما في جهدي باش ما ناخذش كتب مزوره. لكن الحاجه اللي انا يهملتها وكنت زعما يعني عندي شيء عادي واللي هما لي لوجيسيال. الا كنتي انت ولا انت كتستعمل شي لوجيسيال بالكراك، فانا غنقول لك انت هنا كتسرق حقوق ديال الناس. دونك حتى انت غادي تقدر تعرض انك تمشي لك شي حاجه. لان الكون فهو عادل جدا وكما تدين تدان. صراحه شنو كان عندي، يعني كنت كنخدم لي لوجيسيال اكسل وورد هادو كاملين دونك بالكراك. نهار وعيت بهاد القضيه يعني فهمت بان الرساله جاتني باش تقول لي هاجر ما تبقايش تاخدي داكشي مكراكي، شري داكشي. لان انا في استطاعتي الحمد لله انني نشري يعني لي ليسونس، دونك خاصني نشريها. بالنسبه لهذا هو لوكا ديالي. الا انت
ولا انت عندك دوطخ كا، كتب لي في التعاليق نقدر نعاونك تعرف فين كاين السبب، حيت كيبقى كل واحد وفين يعني كتجيه كما نقولوا حنا الدقة ولا فين كيجيه داكشي حتى كيغبر عليه، الا وعنده واحد الرسالة خاصو هو يفهمها. يعني كتكون نورمالمون رسالة كتكون تقدر تكون مشيفرية ما تقدرش تكون واضحة بزاف، ولكن هو خاصو يفهم. هادشي اللي كاين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. شكرا يا سكر حيت بقيتي معنا حتى الاخر.